الدوناتس هادي نبيعوها بزاف الحبة، واليوم نوريلك كيفاش تخدميها في دارك وتربحي منها. الوصفة هادي تصلح للاستهلاك العائلي وأكثر حاجة تصلح للبيع. أنا كنت نخدم الدوناتس بزاف طرق، خص الفرينة، الزيت، الوقت، حتى وصلت لهذه الوصفة اللي نخدم بها دايما ونفس النتيجة ونفس الطراوة. السلام عليكم خواتاتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ونلاقيكم لا فيديو تاع اليوم في احسن الاحوال ان شاء الله. لهنا كنت دفيت 150 مليلتر ماء مع 150 مليلتر حليب. ضفت ربع كاس خليط من الزبدة الذائبة والزيت. زدت 2.5 مغارف كبار سكر عادي، قرصة ملح ومغرف صغيرة لافاني ومغرف كبيرة تكون معمرة خميرة الخبز. نخلطو ونزيدو حبة بيض كاملة تكون في درجة حرارة الغرفة. نخلط الخليط تاعنا، وهذه الإضافة راح تخلي الدوناتس تاعنا ما يجوناش مزيتين. نضيفوا نص كاس مايزينا. نبداو نضيفوا في الفرينة بالكاس. هذا الكاس الأول وزدت له مغرف صغيرة خميرة كيميائية، خميرة الحلوى، ونبداو نخلطوا. هذه المقادير راني نعطيها لكم مضبوطة. زيدوا الكاس الثاني والكاس الثالث ونخلط. لهنا كنت نسيت اللحظة، ما درتهاش في بداية الخليط، درتها في الأخير. نتوما ضيفوها في البداية نص ملعقة كبيرة لحظة أو حليب بودرة، راح تعطينا هشاشة للعجين تاعنا أو الدوناتس تاعنا. ونضيفو الكأس الرابع تاع الفرينة. نخلطو بسباتولا بالمغرف، الحاجة اللي تساعدكم. لهنا درت لي 500 غرام فرينة رطل، قادرة ديكم كتر قادرة تديكم قل على حسب نوعية الفرينة. لهنا دهنت يديا بالزيت هكذا باش نلم العجينة تاعي. لهنا قوام العجينة لازم تقعد تتلاصق في اليد وتكون طرية، ما تخافوهاش عادي. لهنا دهنت يدي بالزيت ودهنت الغيسيبيون بالزيت وخليت العجينة تاعي تتخمر. انا خليتها تخمر 1 ساعة هكذاك. شوفوا كيفاش طلعت لي، خلوها تخمر مليح خاطش لازم باش تخرج العجينة خفيفة. شوفوا كيفاش شهدة. لهنا هبط العجينة تاعي، هبط لها الخميرة، شوفوا شحال راهي طرية عادي، متهابوهاش. رشيت بلون دو طرافاي تاعي بالفرينة باش تساعدني في الخدمة. هذه طريقة سهلة ومضمونة، ما تضيعلكش بزاف الوقت. لهنا نروح نقسم العجينة تاعي الى كريات ونوزنها، خير ملي نفتح العجينة ونطبعها بالطابع مع ذلك لي شوت نعاود نفتحهم هكذا خير. قسموهم دي بولات ووزنوهم على وزن 55 غرام هكذا باش ما يقعدولناش لي شوت. قسمت كامل العجينة تاعي ونخدمها هكذا كريات، نستعين بالفرينة عادي، نخدمها هكذا بين يديا مليح. جيبوا هكذا تبصي فيه فرينة ولا ورمدوها في الفرينة وحطوها. انا كنت قطعت بابي كويسون مربعات هكذا، نحطها فوق البابي كويسون ونفتحها دائرة. هذه الطريقة تساعدنا باش كي نجو نقلو الحبة تاعنا ما تخسرناش الشكل تاعها. ونعاود نوريكم كيفاش خدمت البولات. نخدموها هكذا دائرة مليحة ونغلقوها من تحت من الأسفل، نغلقوها مليح ونخدمو كامل العجينة تاعنا بنفس الطريقة. هاوليك الشكل تاعها، لازم نديرو لا فينيسيون مليحه باش يجي الشكل شباب. راني ستفتهم كامل في السنيوه ونبدا نقطعها بلا دويل، هذيك اللي نخدمو بهم لي كريم، نقطعو في الوسط دوائر الكامل الحبات تاوعنا ونخلوهم يريحوا. كل ما ارتاحوا كل ما جات النتيجه احسن. انا خليتهم واحد نصف ساعه هكذاك على حسب الديف تاع الكوزينه تاعك. هنا كيما راكم تشوفوا ضعفوا في الحجم تاعهم. لهنا كي تشوفوها ضعفت في الحجم تاعها تبداو القليان. الزيت تكون ماهي سخونه ماهي بارده، متوسطه. شوفوا البابي شحال يساعد، تقدروا تحطوها هكذا، تقدروا تقلبوها باش ما يتعمركمش البابي بالزيت. انا فضلت نحطها مباشره وقعدوا دوروا فيها هكذا باش تجي لون موحد، لون كيف
تقلبوا فيها حتى تطيب لكم. أنا عطيت لكم الوصفة بكامل التفاصيل وكامل النصائح، تبعوهم خطوة بخطوة، أكيد راح تنجحي فيها. شوفوا كيف جونا طريين ومنفوخين وناشفين من الزيت من الداخل، ولا قطرة تاع زيت. شوفوا القوام طرية، لهنا عارفي بلي الدونات تاعك نجحت معاك. هادو المقادير خرجوا لي 17 حبة، الله يبارك، وتبيعهم ب6000 الحبة بديكور بسيط غير بالشيكولا، ولا حبيتي تزينيها كيما تحبي برك السعر يرتفع على حسب التزيين، وحسبي وحدك شحال راكي رابحة فيها. بسم الله ما شاء الله، مشروع مربح. إذا حابة نحسب السعر بالتفصيل اكتبي دوناس في التعليقات، وشاركوا الفيديو مع ناس اللي يحبوا يخدموا مشاريع. والسلام.